احنا دلوقتي هنروح المعرض. هتسأله هتقول المعرض ايه وراح تعمل فيه ايه والمعرض ده مكانه فين وبيعمل تفاصيل كتير بقى، يعني هنقولها مع بعض واحنا ايه في الطريق. دي الغرفة اللي انا قاعد فيها، ماشي. السكن في المدينة اللي انا قاعد فيها دي للأسف غالي جدا، بس ما باليد حيلة. فتعالوا دلوقتي نطلع ونشوف يومنا هيمشي ازاي. ناسي حاجة؟ ان شاء الله مش ناسي. يلا بينا، بسم الله. الو. Euro? Yeah. Thank you. Okay. احنا دلوقتي The GoPro? Yeah, go. Sorry. Yeah. I'm vlogging. Yeah. Okay. Yeah. I have a channel on YouTube, so I'm vlogging now. Oh, cool. Yeah. Make videos. That's good. Maybe you have fun. Bye. Yeah, thank you. Have a nice day. يعني الألمان شعب كويس، شعب لطيف، بس جد جدا. الفكرة في النظام اللي اتعودوا عليه، مخلين طبيعة تعاملهم مخلين طبيعة تعاملهم بشكل جد يعني. ده اللي أنا ابتديت ألاحظه. المهم ده الشارع، وده ده الشارع اللي فيه الفندق اهو، تمام. يعني مش عايزك تحس ان انا مولود في المانيا وفاهم بقى الشوارع، والله العظيم انا على الله حكايتي ما عارف فين بيودي على فين. انا بقضيها شويه اسئله وبقضيها شويه بحث على جوجل يعني بمشي حالي بسلك اموري كده، لكن انا والله ولا اعرف فين بيودي على فين ولا اي حاجه. بس شويه حاجات كده ابتديت ايه افهمها، يعني حاجات بسيطه خالص، زي اللي انا عشان اعدي الشارع ده مثلا، يعني الشارع ده بالعربيات دي كده، احنا عندنا في مصر بتفضل واقف مثلا ايه دقايق كده، واول ما تلاقي الشارع فاضي تيجي واخد بعضك وجاري. شطتك عربيه بقى يبقى انت ايه الله يرحمه. لكن انت عشان تعدي بتيجي ايه تضغط هنا، تمام. بعد ما بتضغط الاشاره اللي هي الحمراء دي بتخضر، اول ما بتخضر العربيات كلها بتقف، بعد كده انت بتعدي. انا دلوقتي اللي هعمله اللي انا هبحث على جوجل على المكان المعرض اللي انا رايحه، وبعد كده بقى هنشوف هنروح ازاي يعني. بس هو يعني اكيد هركب المترو ده. طيب مش عارف شايفين ولا لا، بس ده مكان اهو، والمعرض المفروض ده طريق المعرض. اتجاهي هيبقى شمال ده، يبقى انا كده المفروض اعدي الناحيه التانية، يعني يا رب اكون صح. بس وعدى العربيه كلها واقفه اهي. مش هقف هنا عشان الجو هنا ساقع شويه، فهنقي مكان كده يكون فيه شويه شمس يعني. اقرب محطه قدام شويه، بس بصراحه انا محتاج اشوف شويه شمس. ده انا ما كملتش هنا يومين وحاسس ان جسمي محتاج شمس. الجو ساقع، يعني انت ممكن تكون شايف الشمس كده، بس لا، بالنسبه لنا احنا، بالنسبه للناس اللي عايشه في الشرق الاوسط، الجو ده بالنسبه لهم تلج يعني. في ماركت اسمه، انا مش عارف بنطقه صح ولا، اسمه ريوي، معرفش، REWE. الماركت ده يعني فروعه في كل حته في المانيا. كل ما اروح في حته الاقي فرع ليه، بس اسعاره مش عارف، يعني حاسس ان هي غاليه شويه، مش عارف. في حد كان قايل لي هنا في ماركت اسمه زاتورن، وفي ماركت تاني اسمه ميديا ماركت. هو بيقول الاثنين دول كويسين، وبيقول بالاخص ميديا ماركت. فعاوز ادخل اشوف الاسعار جوه عامله ازاي، هل فعلا زي الماركت اللي انا دخلته ده ولا ارخص
وهل هيبقى متاح فيه كل حاجه ولا ايه؟ جوجل بيقول لي امشي قدام واكسر يمين وبعد كده تلف تاني، مش عارف. خلينا ماشيين يعني نكتشف كده المدينه ونشوف ايه اللي موجود في فرانكفورت. شايفين يا جماعه المباني؟ شايفين طريقه بناء المباني عندهم عامله ازاي؟ يعني شايف النظام. نسيت احكي عن انطباعاتي الاولى زي ما بروح اي مكان كده واحكي انطباعاتي. اول ما نزلت البلد هنا اول انطباع اخدته رتم الحياه هنا سريع. مش عارف بقى هل المجتمع الغربي كله كده ولا المانيا بوجه خاص. يعني تلاقي اللي ماشي بيمد بسرعه رايح شغله، اللي جاي بسرعه، اللي بيعمل حاجه. يعني تحس ان رتم الحياه هنا سريع. مش عارف ده بسبب ايه. ده اول انطباع اخدته يعني. طبعا برضو من ضمن الانطباعات اللي اخدتها الناس هنا لما بتطلب مساعده من حد، يعني انت محتاج مساعده، ف طلبت من حد قلت له انا محتاج كذا، يعني عنوان معين. هو لو مشى معاك وبيوصف لك وقال لك تعالى وهتعمل كده، يبقى هو فعلا عايز يعمل ده. هو مش بيقول لك كده عشان هيجي في نص الطريق او في بعد شويه هيجي واخد بعضه وماشي. هو فعلا بيعمل ده ان هو عايز يساعدك. ليه بقول كده؟ لان انا كنت بطلب مساعده كده، عايز اروح مكان ومش عارف اوصل له، مش عارف اركب ايه عشان اروح له. فالست فضلت معايا وكانت شكلها لسه طالعه من الشغل، فشكلها باين عليها مرهق. فانا يعني ايه الحته المصريه اخدتني يعني. فانا بقول لها يعني انا عايز اوصل لها ايه. هي اصلا ما تفهمش انجليزي، يعني احنا بنتكلم يعتبر بالاشاره. فبقول لها معلش اللي انا بعطلك، لو انت عايزه تروحي انت روحي. راحت عامله لي كده، قالت لي اوكي اعمل لك ايه اوكي. وكانت هتمشي فعلا يعني، لولا ان هي حست ان انا بعزم عزومه مراكبيه كانت هتمشي والله. بعد كده راحت راجع يعني خطوه كده، فانا فضلت واقف مكاني مش عارف اعمل ايه. هسال حد تاني بقى. كملت معايا وقالت لي ايه المترو اهو، وتركب كده وتروح كده. ده برضو من الانطباعات اللي انا اخدتها يعني، ان هي الناس دي بتتعامل بشكل جد قوي يعني. ما اعرفش برضو الالمان بس ولا شرق اوروبا كلها ولا الغرب بشكل عام. ده ألدي، بس مش عارف ده الماركت ولا ده مخازن ليه. بس اللي اعرفه ان ألدي ده انا سمعت ان هو برضو من الماركت الكبير هنا في المانيا، ليه فروع في كل حته وحاجه علاقه يعني. السكوتر ده او معرفش اسمه ايه، موجود في كل حته. طول ما انت ماشي هتلاقي منه. انا مش عارف ازاي بتأجره، بس خليني احاول كده مثلا اشوف طريقته. انا اول مره بجرب ده يعني، فمش عارف ايه اللي المفروض اعمله. ابلكيشن هتنزله. طب خليني كده اجرب يعني، بعد ما بتنزله اللي هيحصل. خليني انزله كده واقول لكم ايه اللي هيحصل. طيب بصوا اللي انا عملته دلوقتي، انا نزلت الابلكيشن ده تمام. عملت سكان للباركود ده، بعد كده دخلني على ابلكيشن حملته. سجلت معلومات عاديه خالص، الايميل والباسورد ويوزر نيم ورقم التليفون تمام. حطيت طبعا رقم التليفون الالماني، وبعت لي رساله وقال لي تحب يعني تضيف رصيد دلوقتي في الحساب بتاعك ولا تدفع في كل رحله. اخترت ان ادفع في كل رحله يعني. فانا هدفع، انا معيش، انا هدفع ايه كريدت كارد تمام. بتضيف بقى الكارت بتاعك هنا. طبعا لازم يكون الكارت شغال دولي يعني. بتحط المعلومات بتاعتك وبعد كده معرفش ايه اللي بيحصل، بس اكيد بعد كده بقى هتركب اكيد برضو طب خلينا نجرب يعني. انا عايز اجرب بصراحه، عايز اشوف ايه اللي هيحصل. خلينا كده نجرب سوا. طبعا كالعاده البنك اللي انا عليه ده الله يهديه والله يسامحه مش عايز يضيف البطاقه يعني. بس انا عارف ان هو العيب في الفيزا مش في الابلكيشن. لان انا من ساعه ما جيت من هنا وانا متزاول بسبب موضوع الفيزا اللي معايا ديت. المفروض شغاله عادي يعني، شغاله دوليا، بس مش عارف يعني. البنك ده الله يصلح حاله، مش عايز اقول اسمه، بس هو يعني بنك معروف بمشاكله يعني. فما عرفتش اضيف الفيزا، ومعيش اي وسيله تانية الكترونيه اقدر من خلالها يعني اللي انا اجرب البتاعه دي. فللاسف كده مش هعرف اجربها. ماشي. هو كنت ممكن اجربها واروح بيها المعرض اصلا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. طيب خلينا ماشيين على الوصف ونشوف رايحين فين. انت دلوقتي طبعا بقى بتسالني انا رايح معرض ايه ورايح اعمل ايه.
في ايه وجيت ازاي والتفاصيل دي كلها. المعرض اللي انا رايحه ده معرض بيتعمل في المانيا، بيتعمل كل سنه، معرض مشهور قوي، معرض كبير يعني جميع الناس من جميع انحاء العالم بيجوا هنا. اي حد يقدر يجي، ولكن بشروط معينه يعني، برضو عشان اكون صريح معاكم. اللي انا بعمله دلوقتي اللي انا هروح احضر المعرض ده. المعرض ده بيكون فيه كل حاجه يعني تتخيلها، مجال الالكترونيات، مجال التسويق الالكتروني، مجال التكييفات، مجال الكهرباء، مجال السباكه، النجاره، اي مجال تتخيله بيتعمل. بيكون ليه زي سيكشن كده في المعرض ده، وناس بتبتدي تعرض المنتجات بتاعتها. في ناس هناك مثلا بتروح عشان خاطر تدور على فرصه عمل، في هناك ناس بتروح عشان تعرض شغلها. المعرض ده فيه تفاصيل كتير قوي ماشي، فانا حبيت ان انا اشارك واجي بصراحه، وتبقى فرصه ان انا اشوف المانيا يعني. فانا دلوقتي المفروض ان انا فكره في موضوع التصوير والحركه في رمضان، مش عارف، بحس انها بتبقى صعبه شويه، الواحد بيبقى صايم فالموضوع بيبقى صعب شويه من حيث الصيام، كمان من حيث لو انت عايز تجرب حاجه حتى مش هتعرف تجربها، تضطر تجربها بالليل، فبالليل الاضاءه ما بتبقاش احسن حاجه. ده غير كمان ان معظم الاماكن هنا بتقفل بالليل يعني. وهنا ينطبق المثل الاعمى اعمى ولو كان غريب، وحتى لو في ايده جوجل ماب. جوجل ماب يعني معرفش العيب في جوجل ولا في النت ولا في بس نت ايه؟ لا هو مش في النت. ماشي، عامة انا كنت اخطأت طريق يعني، فهرجع تاني. بصوا يا جماعة، دي عربية البوليس ماشي، ده الكنترول يعني، بس اعدي الناحية التانية عشان خاطر اركب. طب اعدي من هنا اقرب، من هنا اقرب. أسوأ حاجة في موضوع الجو برو ده إن البطارية بتخلص بسرعة. يعني الشوية اللي أنا صورت فيهم دول نص البطارية خلصت، فاللي هو أنا ما عملتش حاجة، أنا لسه طالع ونص البطارية خلصت، فعشان كده بضطر أصور بالتليفون، والتليفون كاميرته مش أحسن حاجة، وأنا جاي أصلا برضو ما عرفتش أصور بالكاميرا، فصورت بالفيديوهات اللي فاتت دي صورتها بالتليفون. بص إحنا هنطلب دي كده ماشي، تضغط عليها، تفضل مستني الاشاره ديت لحد ما تخضر. اول ما تخضر يعني كله واقف اهو ماشي، خلاص كده انت عديت اول، يعني كانك بتلعب ماريو. فبقى عايز تعدي بقى الناحيه الثانيه، ما ينفعش بقى تعدي على القديمه، لا لازم تطلب تاني عشان تعدي الطريق. فتضغط، مش عايز طلب ليه. شايفين اسمها رانج روفر ولا رانج روفر؟ طب ما تيجي نشوف السعر برضه يعني بالمره يعني. بص بقى العربيه دي عامله 133,000. 133,000. اوعى تحسب بعملتك، اوعى تحسب بعملتك، هتتعب زي 133,000. ما تسألش اللي وراها يورو دولار يعني، ما تسألش، هم 133,000. وانت قاعد هنا هتشتغل هيبقى ال 133,000 هم ال 133,000. الجنيه بلد يعني. بالمرة اوريكم العربيات اللي انا شايفها عمال اشوفها يعني. بص العربيات اللاكجري هنا عاملة ازاي. اعتقد البيضة دي بورش. بص العربية عاملة ازاي، مش عارف هي باينة من الازاز كويس ولا لا، بس اتمنى يعني ان هي تكون باينة. بورش برضه مش عارف ايه وكيل لبورش ده ولا لا. بص الاسعار بتاعتها مش عارف باين ولا لا، بس لو مش باين السعر عامل 185,000 يورو. 185,000 يورو. سامعك اللي بتحسب بالمصري، ما تحسبش بالمصري عشان ما تتعبش. شايفين العربيات جوه عامله ازاي. العربيه اللي جوه دي عامله 89,000. دي رخيصه، دي 89,000 يعني رخيصه نسبيا يعني.
بص انت يعني عشان تجيب عربيه زي دي مثلا لو هتجيبها في مصر ممكن تشتغل يعني شويه حلوين، تشتغل نفسك. بعد ما تشتغل نفسك مش هتجيبها برضه. بص العربيه دي طبعا احنا بالنسبه لنا احنا مش عارف الازاز عاكس ليه، يا رب يكون جايب العربيه من جوه. طبعا هنا مفيمه. اخش اساله بتبيعها بكام كاني عايز اشتري يعني، ولا لا مفيش وقت. في هولندا يا استاذ همام العجل هتلاقيه في كل حته، بس احنا مش في هولندا، احنا في المانيا. مش عارف العجل ده برضو تيك مي فور رايد دارلينج، ده برضو بيتأجر. ما تجيب لفه يلا بالسكوتر ده، انت ممكن تأجره. والله ممكن أأجر عجله بدل ما انا مزود نفسي وامشي بالعجله واروح المكان اللي انا عايزه. بس المشكله للاسف في البطاقه فيزا. تشربي سجاير في نهار رمضان؟ ده فترة. الورق الشجر ده يعني الجدع بقى اللي تركيزه عالي يقول ورقة الشجر دي مرسومة على انهي علم، في علم محطوط عليه ورقة الشجر دي. يعني في بلد عامة مشهورة بورق الشجر دي. البلد دي بعيدة قوي عن مصر، قوي قوي، ساقعة وتلج. مش عارف الماركت ده ايه يعني، عايز اخش واشوفه من جوه، عايز اشوف ايه دنيته. بس المشكله اللي انا عايز اروح المعرض الاول، عايز اكسب وقت. خلينا بعد المعرض، خلينا نروح المعرض الاول وبعد كده نشوف. شباك ليبيا اهو وصلنا المحطه. استنوا بقى المترو لما يجي ونشوف المترو ده هيودينا لأقرب منطقة للمعرض ده ولا هيوصلني لحد عنده بالظبط، هنشوف. المترو جه اهو، ما بيطولش كتير والباب يقفل فنلحق نركب. ركبنا المترو، خلينا بقى متابعين على الماب نشوفوا طريقنا ايه. المحطة دي او المكان ده انا كنت فيه امبارح، كنت حرفيا تايه يعني، بسأل اروح الفندق ازاي، مع ان هو على الماب، بس انا مش هروحه ماشي يعني مسافة، فبسأل يعني اركب ايه. يعني عايز اقول لكم ان انا ركبت 3 مرات غلط بسبب وصف الناس، يعني الناس هي اللي بتوصف لي غلط. دلوقتي انا عديت على المكان ده، يعني كان موضوع بسيط، كان ممكن حد يقول لي هتركب الترام وتروح كده وتنزل قدام الفندق. فالتعود والاستمرارية بيخليك تتعرف على الأماكن. يعني أنا مش عارف اسم المحطات، ولكن ابتديت اللي هو أنا خلاص يعني أجمع خريطة في دماغي يعني، أو تتبنى خريطة في دماغي. برضو من الانطباعات اللي أنا أخدتها في هنا إن الناس فعلها مفيش اجتماعيات كتير. يعني مثلا عندنا في مصر ممكن نبقوا راكبين قطر أو ترام أو عربية، تلاقي اللي كل اللي في العربية يتصاحبوا على بعض. ممكن يبقى العربية فيها 11 راكب ولا 13 راكب عادي، كلهم اتصاحبوا على بعض وعرفوا بعض واخدوا ارقام بعض. هنا مفيش الكلام ده، هنا كل واحد في حاله، يعني الناس كلها بس كل واحد في دوانته. ترام بس طبعا للاسف الترام مش هيودينا لحد المعرض، فهنمشوا بقى، همشي شويه كده، همشي زي كيلو ونص ماشي، ادينا بنتمشى. هوستل يعني الناس اللي معتاده السفر لألمانيا تقول لنا هي فرانكفورت فعلا يعني من المدن الغاليه في ألمانيا ولا في مدن تانية اغلى؟ لان انا بفكر ان انا اروح اقعد 3 ايام او 4 ايام في ميونخ.
برضه في مسلمين هنا، يعني انا طول ما انا ماشي بلاقي الجاليه العربيه هنا برضه مش قليله، يعني ما بين مغاربه وتوانسه بس لحد دلوقتي ما لقيتش مصريين. يعني المدينه اللي انا فيها دي لحد دلوقتي ما صادفتش مصريين. كنت مثلا محتاج وقت اكتر عشان اقابل يعني. تعرف ازاي بقى المدينه فعلا غاليه ولا لا؟ عندي وجهه نظر في الموضوع ده. شوف احنا دخلنا الشارع ده صح ولا ايه؟ بس الشارع ده مغلق. لا شكلي مش هعرف اخش فيه. تعرف ازاي بقى المدينه غاليه ولا لا؟ من كميه الاوتيلات والهوستلز اللي موجوده فيها. لو لقيت فنادق كتير في المدينه فتعرف ان المدينه دي بنسبه كبيره غاليه ومعتمده على السياحه، يعني فيها سياح كتير فبالتالي غاليه. وجهه نظري يعني، لان انا طول ما انا ماشي بلاقي فندق بلاقي هوستل كده. اول ما بمشي في شويه ظل كده ومكان ما فيهوش شمس ومقفول جسمي بيتلج. يعني انا بكلم ابن عمي عايش في فرنسا، فبقول له يعني على الجو، واخدت لسعه والجو هنا برد. قال لي برد مين؟ قال لي ده انت جاي في الدلع. قال لي البرد ده تعالى شوفه بقى في الشهور بتاعته، يعني يقصد بقى اللي هو الشهور بقى بتاع اللي هو 12 واحد. المفروض كان ايه؟ ايوه شمال. الطريق بقى له مثلا وانا جاي كده لمحه بقى له دقيقه فاضي، بس اللي هو ايه، البلد برضو بتطبعك، يعني بتجبرك ان انت كنت هعدي عادي، يعني اعدي في ثانيه يعني وانا لامح الطريق من بعيد خالص فاضي اهو. بس لا يا عم، نظام حلو برضو يعني بس مبالغ فيه. بص هنا ايه، حمراء، تحتاج ان انت ايه تعدي بسرعه لان شايفين المنظر عامل ازاي؟ بص المباني هنا عامله ازاي. اسوأ حاجه في الكاميرا اللي معايا دي البطاريه. هحاول بقى اوفر على قد ما اقدر الشويه دول عشان ما فضلش فيها غير 30%، فعايز اصور بيهم في المعرض جوه يعني. فلما اوصل بقى المعرض هصور لكم هناك، شوف ايه اللي موجود في المعرض ده. لسه قافش واحد من بتوع المعرض اللي هم منظمين المعرض يعني، لقيته معلق الاي دي ده. قفشته بقى قلت له تعالى انا جاي عندكم يا عم، بقالي ساعه بلف عليك، ما يصحش كده. فصاحبه بيكلمني الماني، قال له لا كلمه انجليزي. قلت له والله انت محترم. بس فوصف لي، سالته قلت له المعرض فاتح دلوقتي شغال؟ قال لي شغال. قلت له كويس. انا خلاص قربت اهو. اسانسير على الكوبري. بص احنا دلوقتي كنت ماشي على فوق كده على الكوبري، لقيت اسانسير، رحت راجع عشان انزل تحت. المفروض ان انا كده وصلت المعرض. خش بقى اشوف الاجراءات ايه. افتح يا سمسم. كده دخلت المعرض اخيرا. يعني انا عارف وانا جاي اللي انا هقابل بقى، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، حيتان السوق. هقابل حيتان السوق، رجال اعمال بقى وناس بتوع، خليني اسال، كل طوائف الناس اللي معاها فلوس هتلاقيها هنا بتحضر في المعرض ده. اللي جاي بقى يعرض، اللي جاي يشوف حاجه، اللي جاي يشتري صفقه، اللي جاي يحضر بس وياخد معلومه جديده كده يعني. فطبعا هنخش على التفتيش الاول ونشوف. عملت الباركود، اخد واحده اي دي. Sorry. Yes, I printed it in that office there. So you just you can go out there. No. المفروض اللي احنا بناخده التذكره الورقيه عشان تتعلق هنا، تبقى زي الاي دي يعني. هنروح ناخده التذكره دي عشان تفضل كده متعلقه، وافضل بقى ماشي، ما عادش يسال لي يقول لي انت تبع مين وجاي بتعمل ايه عندنا. خلاص جبنا الاي دي كده، محدش بقى ايه ليه حاجه عندي، ولا حد يقول لي انت بتعمل ايه ولا جاي فين. خلاص دخلت، عيش بقى وانطلق. تحضر بقى المعرض، تعمل صفقه، تعملش صفقه. بص يعني مثلا ايه، مثلا على سبيل المثال يعني، ده هنا ناس بتعرض منتجات،
ماشي. المنتجات ديت لها علاقه بالكونستراكشن، يعني الانشاءات مثلا. بيقول لك بقى يعني معرفش ده ايه بصراحه، ده ممكن يكون بيلحم ايه، او اول مره اشوف جهاز يعني. بس هي دي الفكره بقى، ان هي مثلا بيبقى ممكن تكون مثلا في شركه معينه بتطور منتج معين فبتعرضه، او مثلا في شركه في منتج جديد اخترعته فبتعرضه، وهكذا يعني. فطبعا ده حاجه بسيطه، احنا لسه في الاول يعني، ولكن لا، في جوه كتير يعني. انا شفت ريفيوز وشفت فيديوز للمعرض ده، حاجه مهوله يعني. حجمه اصلا حجمه ضخم يعني، ممكن يكون بحجم مدينه صغيره كده لو انا ما ببالغش يعني. طبعا الناس دي كلها كل دول رجال اعمال، وفي من برضه صحفيين، وفي مراسلين، وفي ناس جايه تعرض، ناس ياما يعني، وفي ناس شغاله هنا في المعرض. المعرض ده من اكبر المعارض في المانيا يعني، من اشهرها ومن اقدمها برضه. انا مش عارف انا رايح فين، ولا فين بيودي على فين، ولا لما اروح فين اللي هيحصل، ولكن انا في ثقافه يعني اسمها ثقافه القطيع. يعني تقف كده وتبص وتشوف اكبر عدد متجه لفين وتمشي عليه، تمشي وراه يعني. فانا شايف ان اكبر عدد في الاتجاه ده، فخلينا خلينا نتجه هنا يعني. طبعا الصينيين مسيطرين في كل حته، ماليين المعرض هنا. برضه هنتبع يعني سياسه القطيع، شوفوا اكبر عدد من الناس بيتجه فين وهنمشي وراه. خلينا نطلع فوق نشوف. احنا بنلف ايه؟ ميديا كارير ميديا. طب ايه يعني، ممكن ادخل مثلا؟ مش قلت لكم ثقافة القطيع طلعت بتنجح يعني، تنفع في بعض الأوقات. وصلنا اهوت لقاعة المعارض. خشوا بقى نشوفوا جوه ايه اللي موجود جوه. كارير، السكشن بتاع كارير. بس طبعا مفيش حد واقف عشان خاطر مثلا يشرح ايه التكنولوجيا الجديدة او ايه مثلا ايه الجديد يعني. فهنشوف لسه بنقول يا هادي يعني. برضه سيكشن تاني كارير. المشكلة ان مكتوب مكتوب بالالماني وبالانجليش يعني. من المفترض ان ده سخان، جديدة التكنولوجيا. مش عارف الجهاز ده بتاع ايه بصراحة. ممكن يكون ده تكييف مركزي. اعتقد ده تكييف مركزي يعني. Hat er auch so, also hier auf der Insel führt er sowieso so ein schönes Leben, weil ich meine, das ist ja ein guter Überblick. Würdest du dir irgendwas von ihm wünschen und von seinem Team? Am Ende des Tages طبعا المشاريب دي انا مش عارف فور فري ولا ايه، ولكن احنا صايمين. ده غير ان اعتقد ان ديت فيها كحول ده المفروض ان هو ده بيشرح كده، بيقول يعني بيحكي بقى ايه الجديد وايه التكنولوجيا الموجوده، ويتكلم بقى في تفاصيل المنتجات اللي عندهم. بس مش عارف ده تبع شركه ايه. Flexibel seid ihr zumindest bei der Batterietechnologie aufgebaut, das bin ich auch schon übersehen, oder? Ja, zum Beispiel, je nachdem, wo der Platz ist, kann ich das المعرض اللي انا فيه ده ليه علاقه بمجال التكييفات والتدفئه والتكرير المياه اكتر من مجال. المشكله ان هي بتشرح بالالماني يعني، مش بالانجليش حتى.
بص الراجل اللي واقف جنب ده على الجهاز اللي هو حاطه على ودنه ده بيترجم له اللي بيسمعه، يعني هو مش فاهم الماني بس هو بيترجم. معرفش الطريقه ازاي او الفكره ازاي، يعني ابلكيشن اي اي مثلا او في حد معاه سمعه وهو بيشرح له، مش عارف. مش هفضل واقف اضيع وقت مش فاهم هي بتحكي ايه او بتشرح ايه. معرفش ايه فكره ان هو يبقى فيه تفاح وخمره، يعني لو اعتبرنا ان دي كحوليات مش عارفين الفكره اشمعنى التفاح بالذات يعني. تعالى نخشه كده نشوفه. المعرض كبير يعني، كبير كبير لدرجه اللي انت ممكن ما تعرفش تخلصه في يوم واحد. المشكله الناس اللي هي جايه هنا عشان خاطر تعمل بيزنس او تحضر بقى وتعمل شغل مع شركات مثلا او تعاقد او الكلام ده مستحيل وانت معكش مترجم الماني، يعني ده بيبقى مستحيل. يعني لازم يكون او على الاقل معاك مرشد مثلا، معاك شخص معتدل. هو اصلا في تيكت شامل اللي انت يبقى معاك مرافق. Wir liefern Ihnen alles. Von warm. ده سيكشن شركة LG. لو معكش مرافق هنا ومترجم يشرح لك ايه اللي موجود وتعمل صفقة ازاي، وده لو انت بقى جاي تعمل صفقة او تعمل بيزنس او تعمل تعاقد مع شركة يعني، او الموضوع بيبقى ليه ترتيبات بشكل جد يعني. مش غير كده مش هتعرف تطلع نتيجة كويسة. بص ده مثلا ده بيشرح اهو. ده مثلا ممكن يكون قناة هنا مراسل مثلا او لقناة معينة وبينقل مثلا الحدث. الولد اللي لابس كوتش ابيض ده، الثلاثة لابسين كوتش ابيض. الولد اللي هو الصيني، ثلاثة صينيين برضه ولا يابانيين. المهم الولد اللي في وش ده شكله مخرج مسيطر بقى، كل شويه لا اقف هنا لا اروح هنا لا تعالى هنا. بص فيديو يعني ناس كتير قوي بتنقل الحدث يعني. بص الشخص اللي جاي ده، بص الو وطني حاجه مش عارف ايه هي دي. هو شكله نوع من الدعايه يعني، دعايه لحاجه معينه بس انا مش عارف ايه هي. وينا تريب يعني هو اربح رحله وسوي مش عارف كلمه بالالماني يعني. اربح يعني من الرسمه كده ايه، اربح رحله مثلا زي في الغابه يعني. اربح ديت يعني انا محتاج ان انا اعمل حاجه معينه عشان اشوف انا ربحت ولا لا. فانا شامم ريحه قمار. بص انا هنا حرفيا ايه الحر ده. بص ده هيتر او يعني مش عارف ده ايه يعني. دي دفايه مثلا، دفايه ايه ده؟ كميه الحراره اللي طالعه منها مش طبيعيه، ما تستحملش تقف 5 دقايق تحتها. بص هنا يعني هو حاطط لك هنا المنتج ومشغله لك. مفيش احسن من الماركتنج بتاع ان هو بيخليك تجرب الحاجه بنفسك وهو بيبقى واثق من المنتج بتاعه. فلو انت مثلا لو انت عندك شركه يعني لها علاقه بالتدفئه فتيجي هنا انت هتبقى راجل فاهم بقى. هتبص كده يعني هتشوف نتيجه التدفئه، هتشوف الماتيريال، خلاص انت عرفت ان المنتج ده فعلا يستاهل. هتيجي جاي بقى تسال على الموظف اللي واقف هنا مثلا مسؤول عن السكشن ده، في الغالب مثلا هيكونوا الناس اللي هم قاعدين هناك دول بس، وتبتدي بقى تتناقش معاهم وتشوف هتعمل ايه. طيب وانا كده المفروض ان انا بقالي شويه حلوين في المعرض، بقالي تقريبا 3 ساعات. انا تمام كده اخدت كفايتي، وما اعتقدش يعني اللي انا شفته او اللي هو الشويه اللي انا عشتهم دول يعني هيفيدوا الناس، يعني كان هيبقى مملين يعني. عشان كده ايه ما رضيتش اصور. ولكن هو المعرض بشكل عام زي ما قلنا فكرته هو ناس بتعرض منتجات، شركات بتعرض منتجات جديده، تستعرض التطورات اللي حصلت، التكنولوجيا الجديده كده يعني.
بس كل الناس اللي موجوده دي كلها جايه تحضر المعرض. زي ما قلنا المعرض من اكبر المعارض اللي بيتم تنظيمها في المانيا. المفروض بقى اللي انا دلوقتي ان شاء الله باذن الله يعني بكره هروح ميونخ. يعني فرانكفورت بيتهيألي كفايه عليها يومين. اعتقد في ميونخ في يعني في انشطه اكتر، البلد حيويه اكتر وارخص من فرانكفورت، فيعني في اكتر من سبب هيخليني ان انا اروح ميونخ. بس المشكله دلوقتي اللي الواحد فيها ان معظم الحجوزات بتكون اونلاين، وانا ما زلت بعاني من مشكله الفيزا. مش عارف اعمل ايه. مضطر ان انا كده انا قدرت احجز فندق دفع عند الوصول، ولكن المواصله اللي هتوديني من هنا للفندق الباص او القطر لازم ادفع له اونلاين، يا اما بقى انزل ادفع تحت. بس المشكله تحت يعني ما زلت تحت، قطعت عادي كده من التيكت هيبقى بتهيألي السعر مختلف. مش عارف. فبرضه الخطوه الجايه اللي المفروض هنزل اشوف هعمل ايه في موضوع المواصله ده. خليكم معايا بقى لحد ما نشوفوا ايه اللي انا هعمله. تخيل لما وسائل الراحه دي تتعود عليها، انت عشان تمشي شويه دول من هنا مثلا لحد قدام، فهو حاطط لك السير ده، تحط رجلك عليه وتفضل قاعد مستني لحد ما السير ده يوصلك لحد هناك. رفاهيات، الشعب مرفه. طبعا المعرض كله شغال فيه التدفئه. طلعت بره، الجو بره صعب. الهواء الرياح بتزيد والجو ساقع. بس المفروض ان انا بكره هروح اتحرك لميونخ. المواصلات موضوع الفيزا ده الدفع اونلاين مزاولني، فانا اكسكيوز مي، فانا هسال واحد بتاع تاكسي دلوقتي كده اشوف التكلفه ايه. هلو اكسكيوز مي if I need to move from Frankfurt Main, This taxi, first taxi. is it not? No, this one. Yeah, this one. The earth. اوكي. هو مفكرني اللي انا عايز اركب دلوقتي. انا بس عايز اساله على التكلفه ونشوفوا الفرق. يعني قلت ان الفرق بسيط، ممكن اركب تاكسي، ان انا متزاول بصراحه في موضوع المواصلات ده. Hello? Yeah. If I need to move from Frankfurt Main to Munich tomorrow. Yeah, how is the cost? Normally with taxameter, a lot. A lot? A lot. 1,250. 1,000? 250 with taxameter. If you want to go with first price, I can do to pay cash 950. Your max 1,000 euro. I can. Excuse me, I will tell you something. You know, all of them, my trip. It's 1,000 euro. Then it's more less than 1,000. Okay, yeah, then so it's a surprise, brother. I'm sorry. I know. Thank you. No problem. Thank no you. problem. Okay. بسأله بقول له لو انا عايز اروح من فرانكفورت مين لميونخ كلفني كام؟ قال لي كتير. طب كتير كام يعني؟ قال لي والله هتكلفك 1000 وشويه، بس حط لي اوفر كده مش عارف. قال لي لو هتعمل ايه فممكن احسبها لك مثلا يعني 900 يورو. 900 يورو عشان اركب تاكسي يوديني من فرانكفورت لميونخ، في حين ان في المواصلات زي القطر والفليكس باص والحاجات دي طبعا مش اقل من كده. مفيش مقارنه يعني. ده سبحان الله، يا ريتني ما سالته. شايفين الاخ اللي واقف ماسك شاكوش ده؟ اهو ده ليل نهار واقف ماسك الشاكوش عمال يضرب بيه على الهواء. بص بصراحه مش عارف ايه فكرته يعني ايه مش فاهم يعني. ايوه بعدين يعني. طب ده ايه الطاقه اللي بتحركه؟ يعني مثلا كهرباء مثلا ولا في ميكانيزم معين فمش محتاج مثلا طاقه كهربيه او حاجه؟ يعني حاجه تستدعي التفكير برضو. يعني انتوا حاطين لي ده ليه يعني؟ وايه الفكره انه يفضل ماسك الشاكوش ويفضل يضرب بيه يعني؟ اشمعنى شاكوش؟ طب اللي عارف ايه ده يا جماعه برضه يكتب في التعليقات يعني. ما هو منا يفيدنا
عايز ارجع ماشي، بس انا مش عايز ارجع على الهوستل على طول يعني، مش عايز اعمل اي حاجه تانية. انا مش يعني انا عارف الطريق على الخريطه، يعني الماب مفتوحه، فانا لو فضلت ماشي هوصل، بس طبعا مسافه. فانا لقيت في قطر قدامي كده، انا ما اعرفش هو قطر ولا ترام، بس هركبه يعني يعني هركبه يعني ان شاء الله يكون في اتجاه يكون راح في اتجاه الفندق اللي انا قاعد فيه. عيش يا باشا وجرب، ايه يعني المشكله؟ ما طلعش يعني انا في نفس الاتجاه اللي هيحصل يعني هل الدنيا هتقف مثلا؟ مش الدنيا ولا هتقف ولا حاجه، عادي. لو لقيته مغير الاتجاه ومش راح نفس الاتجاه هنزل واشوف حاجه تانية. بس ان شاء الله يكون رايح المكان اللي انا عايزه. Sizin bir şey var. Bakalım. Ama bende pek bir şey yok.